أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. تخيل كده أرض مصر قبل آلاف السنين مفيش دولة واحدة، في مملكتين، شمال وجنوب، كل واحدة ليها جيش وحاكم وصراع مستمر. وسط الفوضى دي بيظهر اسم واحد هيفضل محفور في التاريخ للأبد: الملك مينا، الراجل اللي ما كانش مجرد حاكم، كان صانع أمة كاملة وغير شكل العالم القديم للأبد. اولا، مين هو مينا فعليا؟ الملك مينا هو الاسم اللي بيظهر في المصادر المصرية القديمة باعتباره موحد مصر، لكن في العلم الحديث في اسم تاني مهم جدا وهو نغمر. والجدل قائم لحد النهاردة. في مدرسة تاريخية بتقول ان مينا بيساوي نغمر، نغمر بيساوي نفس الشخص. وفي مدرسة تانية بتقول ان نغمر هو اللي بدأ التوحيد ومينا كمل العملية او كان امتداد له. لكن المؤكد من الآثار إن في ملك في نهاية عصر ما قبل الأسرات هو اللي عمل خطوة توحيد مصر، ودي لحظة فارقة جدا في التاريخ البشري الحديث. بالنسبة لشكل مصر قبل الملك مينا، قبل أي كلام عن مينا لازم نفهم البيئة اللي ظهر فيها. مصر كانت شكلها كده 42 إقليم تقريبا. الشمال بيساوي دلتا النيل، زراعة ومستنقعات وقبائل، والجنوب صعيد مصر أكثر استقرارا وقبائل قوية. المشكلة مفيش دولة واحدة، مفيش جيش موحد، كل منطقة ليها حاكم، صراعات على الأرض والمياه وحروب صغيرة شبه مستمرة. يعني باختصار مصر كانت موزعة قوة مش دولة. بالنسبة للميلاد والنشأة، مفيش تاريخ ميلاد معروف للملك مينا، لكن الباحثين بيحطوه يعني مثلا حوالي من 3000 ل 3200 ل 3100 قبل الميلاد. في الفترة ديت اللي تقدر نستنتجه انه ولد في بيئة ملكية في جنوب مصر، اتربى وسط نظام قبلي ملكي صارم، وتعلم مبكرا القتال وإدارة الموارد، وشاف بنفسه خطر الانقسام بين الشمال والجنوب. يعني الباحثين ما اتفقوش على تاريخ ميلاد معين للملك مينا، هو بيحطوه في الفترة ما بين 3200 قبل الميلاد ل 3100 قبل الميلاد. أما بالنسبة للصعود للسلطة، مينا ما كانش ملك فجأة، لكنه بدأ كقائد قوي في الجنوب، ونجح في توحيد قبائل الصعيد، كون جيش منظم لأول مرة بشكل شبه مركزي، وبدأ يفرض نفوذه على المناطق المجاورة. وفي المرحلة دي بدأ يظهر فكر جديد: ليه كل منطقة لوحدها لازم بلد واحدة؟ بالنسبة لمرحلة الحرب والتوحيد، دي أهم مرحلة في حياته. الهدف هو ضم الشمال الدلتا للجنوب بالقوة أو السياسة. يعني هدفه كان ضم شمال مصر لجنوب مصر بالقوة أو بالسياسة. اللي حصل حملات عسكرية منظمة ناحية الدلتا، ومعارك ضد ملوك الشمال المحليين، واستخدام القوة والتحالفات السياسية. طبعا في النهاية تم إخضاع الشمال بالكامل، وده يعتبر أول توحيد سياسي في التاريخ المسجل لمصر. بالنسبة لي لحظة التاجين بعد التوحيد، ظهر رمز مهم جدا هو التاج الأبيض، هيرجيت بتساوي الجنوب، والتاج الأحمر دشيرت بيساوي الشمال. وده مش مجرد شكل، ده إعلان. طبعا ولما اتلبسوا مع بعض بقى رمز الدولة الموحدة. وده مش مجرد شكل، ده إعلان رسمي سياسي إن مصر بقت دولة واحدة لأول مرة. بالنسبة لتأسيس العاصمة ممفيس، اختار موقع عبقري. ليه ممفيس بالتحديد؟ بين الشمال والجنوب، طبعا بتسيطر على طرق التجارة، وقريبة من الدلتا والصعيد، وسهل الدفاع عنه. أهميتها أول عاصمة مركزية في التاريخ المصري، ومركز حكم وإدارة، وبداية فكرة الدولة المركزية. طبعا بناء الدولة لأول مرة. بالنسبة لبناء الدولة لأول مرة، مينا ما وقفش عند الحرب، لكنه عمل نظام كامل. بالنسبة للإدارة، قسم البلاد لأقاليم وعين حكام تابعين له. الجيش عمل جيش موحد بدل الميليشيات القبلية، وطبعا القيادة كانت مركزية. بالنسبة للاقتصاد، نظم الزراعة وعمل نظام ضرائب بدائي. طبعا الحكم وبداية نظام ضرائب بدائي. الحكم طبعا عمل سلطة مركزية قوية، والملك هو رأس الدولة والدين معا. بالنسبة للجانب الديني، في مصر القديمة الملك مش بس حاكم، ده إله حي. مينا ارتبط طبعا بالإله حورس، واتشاف كرمز للنظام الكوني ماعت، واعتبر وسيط بين الآلهة والناس. وده مهم جدا لأنه خلى حكمه مش بس سياسي، ديني كمان. طبعا بالنسبة للوحة نغمر، واحدة من أهم القطع الأثرية، بتظهر فيها ملك يلبس تاجين وبيضرب العدو، ورموز الشمال والجنوب. طبعا علماء بيعتبروها أقوى دليل على عملية التوحيد.
بالنسبة للجدل التاريخي في أسئلة لحد النهاردة: هل مينا هو نفسه نرمر ولا في ملكين قريبين؟ هل التوحيد تم في مرحلة واحدة ولا تدريجي؟ الرأي الأقوى أن نرمر هو النواة الأساسية للتوحيد، ومينا هو الاسم اللي اتسجل في الذاكرة الرسمية المصرية لاحقا. بالنسبة لنهاية الحكم مفيش تفاصيل دقيقة عن وفاته، لكن حكم لفترة طويلة نسبيا، وثبت الدولة بعد التوحيد، وسلم دولة مستقرة نسبيا للملوك اللي بعده. ويعتقد أنه دفن في منطقة أبيدوس، وهي من أقدس المقابر الملكية. إرثه الحقيقي أهم حاجة عملها مينا مش معركة، لكن فكرة ان مصر تبقى دولة موحدة، دولة واحدة، والحكم يبقى مركزي، والحضارة تبقى منظمة. ومن اللحظة دي بدأت سلسلة الفراعنة المصريين القدماء اللي بنت واحدة من أعظم حضارات التاريخ. الملك مينا مش مجرد شخصية تاريخية، ده نقطة البداية. قبله كان في قبائل وممالك صغيرة، وبعده بقى في دولة اسمها مصر، دولة قدرت تبني أهرامات ومعابد ونظام حكم استمر آلاف السنين. ولو التاريخ بيتقاس بلحظات تغيير، فمينا هو أكبر لحظة تغيير في تاريخ وادي النيل كله، اللحظة اللي اتولد فيها اسم مصر الحقيقي. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معاكم محمد سالم. يا ريت لو عجبتك الحلقة تدوس لايك، وتدوس على زر الاشتراك، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا بعتذر جدا ان الحلقة قصيرة قوي كده، لان اصلا بالنسبة للملك مينا هو ما فيش معلومات كتير عنه. حتى المصادر اللي عنده يعني اللي كتبت عنه تعتبر مصادر قليلة جدا. وبكده تكون طبعا الحلقة انتهت. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك، وتدوسوا على زر الاشتراك، وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. ونتقابل في فيديو جديد. سلام.